لو رجعت بالزمن 2000 سنة ده المنظر اللي هتشوفه في مصر، نبات البردي طالع في كل مكان على ضفاف نهر النيل. لكن ايه اللي حصل؟ ليه المنظر ده اتغير؟ ليه بقيناش نشوف البردي وزهرة اللوتس وكل الأشجار المصرية اللي كانت بتطلع بشكل طبيعي في البيئة بتاعتها؟ هل النباتات دي انقرضت ولا لسه موجودة في مصر؟ الحقيقة إن إجابة السؤال ده ممكن تصدمك، لأن أنت لو بصيت حواليك هتلاقي كل الأشجار المزروعة في مصر سواء في المدن أو في الريف هي أشجار أجنبية. طبعا لأسباب كتير جدا، منها الاستعمار، منها طبعا الحاجات اللي ليها عوائد اقتصادية، والبيئة المصرية الطبيعية اتغيرت بشكل كبير. فدلوقتي احنا بنعمل انيشيتيف جديد ان احنا بنحاول نرجع الاشجار المصريه والنباتات المصريه لموطنها الطبيعي زي ما ربنا خلقها. الحقيقه ان الموضوع ده مهم جدا، لان النباتات والاشجار اللي ربنا خلقها في مصر بشكل طبيعي هي مناسبه للبيئه المصريه، وكمان هي جزء من نظام بيئي متكامل في حيوانات وطيور وحشرات بتعتمد عليها. للاسف الوعي بالموضوع ده قليل جدا، ولو رحت اي مشتل في مصر مش هتلاقي غير بس الانواع الاجنبيه. لكن الخبر الكويس ان في مجموعه من الشباب الرائع زي اسلام الشرقاوي بيحاولوا ينقذوا الاشجار دي. بينزلوا على الصحاري والوديان في كل مكان في مصر ويجيبوا شتلات وبذور وبيزرعوها، وانا انضميت ليهم ومحتاجين دعم من كل واحد بيحب بلده. بدل انت وصلت للوقت ده في الفيديو يبقى انت مهتم بالموضوع. خليني اخدك بقى في رحله كده معايا، رحله استكشافيه. ازاي انا وصلت للموضوع ده، ازاي احنا عايزين ننقذ الاشجار المصريه، ورحلتي بقى كامله. لان ده موضوع فعلا كان جديد عليا شخصيا، واتعلمته ووصلت له بعد بحث وبعد يعني فتره طويله جدا. فخليني بقى اخدك في رحله كده معايا من اول خالص. وده احلى مكان اتكلم منه، ان ده مكان طبيعي زي البيئه بتاعتنا في مصر، بيئه صحراويه، شجره طالعه، شجره عظيمه هنا ما شاء الله، والحشائش دي الهويه البصريه بتاعت مصر، ودي الاشجار اللي المفروض احنا نكون نشوفها في بيئتنا، لكن للاسف ما بنشوفهاش خالص. طب خليني بقى احكي لك القصه من الاول. انا زي اي شخص عادي بحب الخضره، بحب الطبيعه، بحب الاشجار، بحب الحاجات الجماليه زي اي شخص. كلنا لما بنشوف اشجار وبنشوف طبيعه وخضره بنحس بالراحه النفسيه. فدي كان يمكن هوايتي طول عمري. ومؤخرا طبعا كان في جهود كتير بتحصل في مصر لزراعه الاشجار في المدن، وانا كنت من الناس اللي بحاول اتطوع دايما في الموضوع ده. بالذات مؤخرا يمكن اخر سنتين كان في موضوع قطع الاشجار اللي كان بيحصل، والناس كانت متضايقه جدا، وبدات فعلا على الارض ناس تبتدي تزرع شجر في المدن. وفي يمكن حمله 100 مليون شجره شغاله دلوقتي، ناس بتحاول تعوض الاشجار اللي اتقطعت في المدن او تزود الخضره، وبقى في اهتمام بالموضوع بشكل عام. بس فدي كانت بدايتي مع الموضوع. وبدات فعلا اعمل مجهود واتطوع مع بعض المجموعات اللي كانت بتزرع شجر في مدينه الاسماعيليه، وعملنا مجهود كويس الحقيقه. وصراحه وانا بزرع، لان انا ما كنت شويه موضوع الزراعه والاشجار جديد عليا الى حد ما كدراسه او كعلم. فلما بدات ادور على الموضوع كنت عايز بس اعرف مثلا الشجره اللي زرعتها دي نوعها ايه، طيب دي مثلا اسمها ايه، دي بتطلع فين. فمع الوقت اكتشفت ان يعني ايه معظم الاشجار بتلاقي مثلا شجره زي البونسيانا مثلا يقول لك لا دي اصلها من افريقيا مثلا. اشجار تانية كتير مثلا في مصر، في الياسمين مثلا الهندي اصله من الهند. فكل ما اعرف اكتر في الموضوع وابحث الاقي ان الاشجار دي اصلها من دول بره مصر. الحاجه التانية كمان اللي حصلت ان لقيت ان كميه المعلومات الموجوده عن الموضوع ده على النت قليله الحقيقه. يعني في معلومات زراعيه كتير عن الزراعه عن المحاصيل، لكن كالاشجار اللي بتتزرع في المدن او التشجير او الخضره المعلومات قليله جدا عن الموضوع ده. فاستغربت يعني ازاي موضوع زي ده، يعني احنا دي حاجه في حياتنا اليوميه، الاشجار دي كل يوم بنشوفها في الشوارع في الريف. يعني تخيلت ان احنا المفروض نبقى عارفين عنها اكتر شويه، بالذات ان انا دلوقتي بدات اشارك في مشروع اللي هو زراعه الاشجار ده. عايز اعرف انا بزرع ايه نوع الشجره دي، ايه الخصائص بتاعتها، هل تبقى مفيده للشارع ده ولا لا، هل مثلا ورقها بيتساقط. كل المعلومات دي كان لازم الواحد يعرفها. بس فالمهم بعد ما قدرت اجمع معلومات عن الموضوع اكتشفت ان زي ما قلنا كل الاشجار دي معظمها اصلها اجنبي من بره مصر. وطبعا جت مصر بقى لاسباب كتير هنتكلم عليها اكتر كمان في تفاصيل الفيديو. ممكن تبقى شجره سريعه النمو، واحد جابها مثلا قال لك لا خلاص دي تنمو بسرعه فهتفيدني. الاستعمار الاجنبي برضه اللي كان محتل مصر فترات طويله بيجيب بعض الاشجار وبيزرعها في المستعمرات بتاعته، فليها اسباب كتير. والحقيقه فضلت في الموضوع ده محتار على انواع الشجر اللي احنا بنزرعها، لحد ما في يوم من الايام كده طلع لي فيديو على اليوتيوب زي ما انتوا تتفرجوا عليا دلوقتي كده هنا في اليوتيوب. بودكاست كان معمول، وكان في صديقي اسلام الشرقاوي بيتكلم. انا ساعتها ما كنتش اعرفه، ما كانش ليا اي علاقه بيه، بس كان هو الوحيد اللي بدا يتكلم عن الموضوع ده، اللي هو ان بيقول انقذوا النباتات المصريه. ودي كانت بصراحه بالنسبه لي حاجه يعني جديده جدا. بس طبعا اول ما سمعت البودكاست انبهرت بيه، سمعته يمكن 3-4 مرات.
لان الاسلام هو الوحيد اللي كان بيتكلم عن الموضوع ده، ما شفتش احد تاني يتكلم عن الموضوع ده خالص في مصر. وان هو بدا بيعمل حمله لانقاذ يعني النباتات المصريه. فبس اللي حصل بقى ان انا دخلت كتبت كومنت على الفيديو ده، قلت يا جماعه انا عايز اتواصل مع اسلام، عايز رقم تليفونه، وفعلا هم ردوا عليا وتواصلت معاه، وبصراحه كان شخص رائع جدا. اتكلمنا كتير، طبعا انا كنت ساعتها لسه بره مصر ما نزلتش اجازه، اتكلمنا في الموضوع وقلت له انا عايز اساهم معاك وعايز اساعد باي حاجه، عايز ازود الاويرنس على الموضوع ده. ففعلا لما نزلت مصر رحت له، وطلعنا حتى في يعني اول يوم في مغامره جميله جدا، رحنا جزيره القرصايه. هو عامل هناك شغل ريهابيليتيشن، زارع نبات البردي وزارع زهره اللوتس، او اللي هي طبعا معروفه باسم زهره اللوتس عند القدماء المصريين او في الثقافه بتاعتنا، بس هي اسمها يعني العلمي ووتر ليلي، في البلو والوايت ووتر ليلي. فعملنا مغامره جميله واتفرجنا على النباتات اللي عاملها. بعد كده رحنا عنده البيت، شفنا المجموعه بتاعته وازاي هو بيجمع بذور. طبعا هو عنده مشتل خاص بيه، بداوا ينشئوا مجموعه من الاصدقاء المهتمين برضه بالموضوع. فالمهم بدأنا رحلتنا، وبعديها احنا قلنا ايه لازم نحاول برضه نساعد. فاخدنا معانا 35 شجره، وطبعا انا مقيم في مدينه الاسماعيليه، فاخدناهم معانا من القاهره للاسماعيليه، والحمد لله زرعناهم، كان حاجه موفقه الحمد لله. فهي طبعا بدايه مش رقم كبير 35 شجره، لكن هي مجرد بدايه. والفكره حتى انا بعمل الفيديو النهارده عشان الاويرنس بالموضوع، اهم حاجه الوعي بالموضوع، وانس ان احنا بقى عندنا الثقافه دي وفهمنا اهميه النباتات المحليه بتاعتنا ايه. دي رساله انا عايز اقدمها، مجرد ان حتى بمساهمه بسيطه ان انا زرعت عدد من الاشجار. طبعا انا هحاول اكمل مع الشباب لان هم بيعملوا مجهود رائع جدا. يعني هو طبعا اسلام مش لوحده، لكن معاه مجموعه اخرى وبيعملوا مشاريع على مستوى اكبر من كده. لكن الفكره بس ان انت تبقى هي ثقافه عامه عند الناس، هتبتدي الناس لوحدها تدور على الاشجار دي وتحاول تزرعها، او حتى لو هي موجوده في مكان صحراوي او مكان فيه الاشجار دي، هيقدروا ان هم يحافظوا عليها ويكتروا منها. مثلا انا مش عايز اتكلم كتير، اسلام متخصص اكتر مني في الموضوع وعنده كل النولج. عملت معاه انترفيو جميل جدا واحنا في جزيره القرصايه لما كنا بنصور، فاسيبكم تتفرجوا على الانترفيو وانا ارجع في الاخر اديك الكومنت بتاعي. احنا واقفين هنا في جزيره القرصايه ورا شجره الصنت، واحده من الاشجار المصريه الاصيله اللي بقى لها الاف السنين بتطلع في البيئه المصريه بشكل طبيعي. الاشجار دي ربنا خلقها في مصر تكون ملائمه للبيئه بتاعتنا، وطبعا دلوقتي هي قليله جدا وصعب تلاقيها غير في الاماكن النائيه، لان احنا اتجهنا لزراعه الاشجار اللي معظمها اجنبيه نتيجه طبعا الاستعمار لاسباب تانية كتير طبعا عايزين نتكلم عنها. بس الفكره هنا ان في ناس شباب مصريين بيحاولوا يغيروا الموضوع ده ويركزوا على انقاذ البيئه المصريه ويرجعوها زي ما كانت، لان طبعا ده النظام البيئي اللي ربنا خلقه في الارض بتاعتنا الطبيعيه. وعايزين نوصل لاحسن شكل ونعمر الارض اللي احنا فيها بشكل طبيعي ويكون مناسب ليها. طبعا انا مع صديقي الغالي اسلام الشرقاوي. اهلا وسهلا. ما شاء الله انا بجد I'm very proud of him والمجموعه اللي معاه، لان هم بيعملوا حاجه يونيك جدا ما اتعملتش قبل كده. وعايزين برضو نبتدي نتكلم على الموضوع كده بشكل خاص تحتينا اسلام. زي ما انا قلت، ليه دلوقتي البيئه المصريه اتغيرت واتجهوا لزراعه اشجار ما كانتش موجوده في مصر قبل كده؟ ايه الاسباب للموضوع ده؟ يعني هو الاسباب انا ما اقدرش يعني احط ايدي على سبب معين، يعني هو مجموعه كبيره جدا من الاسباب. منها ان دي حاجه بتحصل بشكل عام في العالم كله، يعني دي مشكله ما اقدرش اقول لك انها مشكله تخص مصر بس، دي تخص بلاد كتير جدا في الدنيا، ودي نتجت من النقل الغير مدروس لانواع كتير من النباتات. لان احيانا بيكون نقل نوع من الكائنات، مش بس النباتات والحيوانات والحشرات الى اخره، من بيئه لبيئه تانية مش بيئته الطبيعيه، ممكن يتسبب في كوارث لو قدر النوع ده ان هو ينتشر بدون ما يبقى فيه ملوش الاعداء الطبيعيين اللي بيحدوا من العدد بتاعه، والانواع المحليه ما عندهاش القدره انها تنتشر او تتفوق عليه او تكون عندها القوه الكافيه انها تقف قصاده. فاللي بيحصل يعني في العالم زي بالزبط. مثلا حتى امثله كتير في استراليا واماكن زي كده، المستعمر او الاجنبي بيجيب شجر يطلع ويقضي على النظام البيئي كله بشكل عام. ممكن برضه اسباب تانية بسيطه، يعني يقول لك مثلا كشكل جمالي او هكذا. هو الفكره بس هو يعني في حاجات كتير بتبقى ماشيه من مبدا في الشكل، او احيانا بنقول ان دي شجره سريعه وكويسه بتطلع بسرعه جدا في الجو بتاعنا والى اخره، ولكن مش بالضروره ده انه يكون مفيد بالنسبه للنظام البيئي بتاعنا. لان هي النظام البيئي ده بيترتب وبيتنظم عبر ملايين السنين، والانواع من مختلفه من النباتات والحيوانات بيتكون ما بينها علاقات معقده جدا، ولو انا جبت نبات من بره البيئه دي بيكون دخيل، فما بيكونش له علاقه بالنظام البيئي اللي موجود ده هو. وده طبعا بيتسبب في مشاكل كبيره، وده اللي احنا بنحاول ان احنا
نشتغل عليه، ان احنا نحاول نرجع تاني الاشجار اللي هي اختفت تماما من البيئه بتاعتنا. بالظبط. لا كلام جميل جدا. وهي زي ما انت قلت ممكن يكون الشجره دي شكلها جميل او ليها فوائد اقتصاديه، لكن انت لو حطيتها في المكان الخاطئ بتبوظ اختلال النظام البيئي المعقد اللي احنا ربنا خلقه في الارض ده بشكل طبيعي. حيوانات معينه بتيجي تتغذى عليها، بشكل عام طيور، نظام كامل، حتى نوع التربه وهكذا، كل ده بيتغير لو انت حطيت شجر مختلف. ده طب بالتاكيد. بالظبط. واحنا طبعا احنا شفنا الكلام ده في كل بلاد العالم، ان هم بيهتموا ان انا ما احطش انواع دخيله عليا، يعني بيهتموا نوع الشجر ده ايه. في اوروبا مثلا بيركزوا على الباين او الاوك او وات ايفر. في امريكا الشماليه نفس الموضوع، ان هو بيختار نباتات بيركز على الموضوع ده. طبعا احنا هنا في مصر ممكن نتيجه بقى اهمال، نتيجه طبعا ظروف اقتصاديه وهكذا، ما فيش فوكس على الموضوع ده، لكن احنا ممكن ندفع ضريبته قدام طبعا. طيب احنا طبعا عايزين بقى نرجع للجانب الايجابي، لان في شباب بيحاولوا يغيروا الموضوع ده دلوقتي، ويحاولوا يوصلوا ان هم يوطنوا تاني النباتات اللي كانت بتطلع في مصر بالاف السنين. ايه الفوائد اللي احنا ممكن يعني ناخدها لو احنا عملنا الموضوع ده؟ يعني اول حاجه من يعني ممكن تقيسها من جوانب مختلفه. يعني لو هنقيسها من الاثر البيئي بتاعها، فزي ما قلنا ان النباتات دي مهمه جدا للطيور والحشرات والحيوانات اللي بتعيش في البيئه بتاعتها. الاشجار دي من الاف السنين، واجدادنا اللي عايشين على الارض كان ليها استخدامات كتير مفيده بالنسبه لهم، وكان ليها استخدامات، بعضها ليها استخدامات طبيه، بعضها بيدينا اخشاب كويسه جدا لو قارناها بانواع الاشجار اللي بتتزرع دلوقتي بشكل عام في الشوارع، فهي تتفوق عليها في جوده اخشابها. في حاجه مهمه جدا وفايده عظيمه من ان احنا نشجر اشجار مصريه او اشجار محليه، ان هي بتستهلك ميه اقل بكتير من اي شجره تانية. وده طبيعي، لان الاشجار المصريه معظمها هي اشجار صحراويه، غير طبعا الحاجات اللي ممكن يكون بتطلع في وادي النيل متعوده على الميه بتاعه النيل. لكن بالنسبه عامه للاشجار اللي بتطلع في مصر معظمها هي اشجار صحراويه متعوده على الجفاف، متعوده على الميه القليله. دلوقتي احنا بنعمل اي مشروع مدينه جديده زي مدينتي، المناطق الجديده في القاهره الجديده او العاصمه الاداريه او كل الكلام ده، انت لو استخدمت الاشجار دي هتوفر لك كميه ميه مش طبيعيه، لان هي زي ما قلت لك متعوده على ميه قليله جدا، متعوده على الجفاف. فدي احد المميزات للموضوع. واحنا طبعا كل الناس عارفه عندنا مشكله ميه قد ايه في مصر. فوجود اشجار بتستهلك كميه ميه قليله وفي نفس الوقت بتنتج وبتقوم بدور مهم في النظام البيئي، ده حاجه احنا محتاجين لها جدا في العالم اللي احنا فيه دلوقتي. لو جيت تبص لها من الجانب الجمالي، فانت لما بتيجي تبص لللاندسكيب دلوقتي، اللاندسكيب اتغير عن اللاندسكيب الاصلي. احنا ما بقيناش بنشوف اللاندسكيب الحقيقي بتاعنا، احنا بقينا بنشوف لاندسكيب مستورد، نباتات من امريكا الجنوبيه، نباتات من استراليا، نباتات من الهند، ملهاش علاقه ولا بتاريخنا ولا بطبيعتنا ولا بارضنا. هي ده اللي انت بتشوفه دلوقتي، هو ده اللاندسكيب اللي انت بتشوفه. انما اللاندسكيب الاصلي بتاعنا اللي هو حتى جماليا علاقات المجموعه النباتيه اللي موجوده في مصر لما بتبقى محطوطه مع بعضها بتدي منظر في غايه الجمال والبداعه، بس ده احنا ما نعرفوش دلوقتي لانه خلص. انت بصراحه قلت نقطه ممتازه جدا على حتى الشكل الطبيعي بتاع البلد. احنا الشكل ده زي ما انت قلت اتغير لان احنا غيرناه باشجار مختلفه، بالذات في المدن. يمكن لو طلعنا في الصحراء او بره المدينه هتلاقي يمكن لسه الشكل الطبيعي موجود، لكن احنا غيرنا الشكل الجمالي بتاع البلد. وانت زي ما انت قلت طبعا هي كل بلد ليها طابع خاص، واي حد بيزورها هو بيشوف النباتات بتاعتها ليها رونق وشكل خاص. لكن دلوقتي طبعا في المدن لما عملوا التغيير ليها ده يعني تغيير النظام كامل في البيئه وكشكل البلد او هويتها ممكن كمان تتمحي مجرد انت غيرت النباتات بتاعتها، مش كده؟ طبعا. يعني في بعض النباتات كتير منها موجوده في بلاد اخرى غير مصر، ولكن في طبعا بعض النباتات اللي هي لا توجد في اي مكان غير في مصر. عددهم مش كبير، ولكن فقدان الانواع اللي زي كده ده بيكون خساره كبيره جدا في البايودايفرستي وبتاثر اي فقدان اي نوع بيؤدي الى سلسله من الانقراضات اللي بتبقى كلها مترتبه على بعضها في الاخر يعني. بالظبط. وهي بصراحه برضه كناحيه المنظر الجمالي اللي انت اتكلمت عنه، احنا كنا طبعا هنا في الجزيره ما شاء الله اسلام كان عامل شغل كونزرفيشن وري وايلدنج بشكل كبير هنا الى حد ما. طبعا
ان هم مجموعه شباب بيكافحوا لوحدهم، مفيش يمكن التفات كبير للايشو ده. فشفنا مثلا منظر النبات البردي وجنبيه زهره اللوتس، الواحد كده بص على المنظر حاسس ان هو راجع لالاف السنين. يعني منظر كان جميل بالنسبه له، وفعلا زي ما انت قلت ده مش موجود غير في مصر او في مناطق مثلا وادي النيل او هكذا. فدي يعني جزء من هويتك. الهويه مش مجرد ثقافه، لكن هويه بصريه برضو. بالظبط، هويه بصريه، والبيئه اللي انت عايش فيها، لان اجدادنا كانوا عايشين في نفس البيئه دي من الاف السنين يعني. فبصراحه ده مجهود رائع. ايه اللي انت بتحاول تعمله الفتره الجايه يا اسلام، وايه مشاريعك بالنسبه للاتجاه ده؟ والله احنا بنحاول نتوسع في عدد الانواع اللي احنا بنزرعها. احنا بتواجهنا شويه مشاكل لان انواع كتير منها اصبحت نادره جدا، فالحصول على بذورها او على عقل منها بيكون صعب شويه. بس احنا بقالنا شغالين فتره دلوقتي بنحاول نجمع ماتيريال اكبر، بنحاول نزرع اكتر، بنتوسع في موضوع زراعه النباتات ديت على امل ان احنا نعرف نحميها ونحاول يعني نعيد يعني انتشارها من جديد في الاماكن اللي هي اختفت منها. وبس لا ممتاز. هو فعلا احنا يعني اصدقاء وكلمنا وعملنا اوريدي شغل مع بعض كبدايه في الاتجاه ده، وزرعنا كتير من الشجر المصري عندنا حتى يمكن في محافظه الاسماعيليه. السلام عليكم، انا واسلام اهو اول يوم نشتغل مع بعض عشان تبقى بدايه موفقه. دي شجره سد. وما شاء الله طبعا عاملين كده شغل كويس هنا في الاسماعيليه في الجامعه القديمه، تبقى بدايه كده جميله. اشجار مصريه كلها نيتيف تريز، وان شاء الله ربنا يوفقنا كده في اللي احنا بنعمله ده ان شاء الله. في الرحله بتاعت الاسماعيليه زرعنا 6 اشجار، هكتب لكم اسمائهم هنا على الشاشه، الاسماء العلميه بتاعتهم. طبعا هي الاسماء العلميه هي بتساعد الناس يعرفوا ايه نوع الشجره بالظبط، بس في اسماء متعارف عليها. يعني مثلا الاكاسيا نيلوتيكا دي اسمها شجره الصنت، شجره مثلا السدر دي او النبأ دي من الاشجار المذكوره في القران، واحنا برضو زرعناها. يمكن متعارف عليها شويه في مصر لحد ما. في شجره اللالوب، في اسماء بتبقى متعارف عليها، اسماء شعبيه غير الاسماء العلميه. اي شجره بيبقى ليها اسم علمي والاسم العادي. فدول ال6 اشجار اللي احنا زرعناهم، وفي حتى حاطط لكم صور ليهم. هو في بلانز طبعا للتوسع، واحنا هنحاول نكون متابعين معاهم بحيث ننشر اول باول البلانز او الخطوات اللي هم يعملوها خطوه بخطوه. ففي شغل هيتعمل بشكل كبير باذن الله الفتره الجايه، ربنا بس يوفقهم ان هم يكملوا الموضوع ده، لان فعلا الموضوع في غايه الاهميه. واحنا واقفين هنا كمان بالمره ورا شجره من الاشجار المصريه المعروفه، شجره الصنت. واسلام حتى كان بيقول لي ان هي دي اتزرعت يمكن من سنه واحده بس، لكن عشان هي شجره مصريه نموها كان سريع جدا. فممكن تكلمنا كده عنها وانت زرعتها بالظبط؟ ما شاء الله شجره كبيره، ما تخيلش دي مزروعه من فتره قليله كده. احنا السنه اللي فاتت كان من ضمن مشروع الري وايلدنج اللي احنا عملناه هنا في جزيره القرصايه، اللي هو كان بيتضمن في الاساس نبات البردي ونبات البشنين او الووتر ليلي المسمى بشكل عام باللوتس الازرق يعني. وكان من ضمن الحاجات ديت ان احنا بنزرع بعض الاشجار برضو. فاحنا اخترنا شجره الاكاسيا نيلوتيكا او شجره الصنت عشان تكون هي الاول شجره نبتدي بيها. وفعلا زرعنا البذور دي في وسط في نص عام 2023، فهي حاليا اكتر شويه من سنه يعني. وزي ما انت شايف احنا زرعناها من البذره، وده الطول اللي وصلت له في خلال سنه وكام شهر. فده يثبت قد ايه ان نظريه ان هي الاشجار بتاعتنا في بيئتها الطبيعيه بتاخد منها احسن اداء يعني. طبعا الناس كلها كانت في حمله كبيره على السوشيال ميديا نتيجه قطع الاشجار في المدن، وطبعا احنا متفهمين لان وجود طبعا الاشجار في المدن كل الابحاث العلميه ثبتت ان هي طبعا بتقلل درجه الحراره، بتقلل التلوث، وهي مطلوبه. حتى في كل بلاد العالم بيقول لك يمكن افضل حاجه يبقى في 30% من الغطاء في المدينه يكون غطاء نباتي، عشان طبعا يحسن جوده المعيشه وجوده الهواء كمان، وتنقيه الهواء جزء من الموضوع ده بالظبط. فطبعا احنا في مصر يمكن من الدول اللي نسبه الغطاء النباتي في المدن قليله جدا، لكن احنا كان مؤخرا الناس بتتكلم قطع الاشجار وهكذا، وطبعا دي كانت حاجه مشكله كبيره جدا. وبدا يطلع كلام مثلا عايزين
نكتر الاشجار في المدن. كمان في كلام عن الاشجار المثمره and so on. طبعا الاشجار المثمره هي فكره كويسه، لكن احنا عايزين نركز بقى دلوقتي لو احنا هنعمل نكتر عدد الاشجار في المدن، ازاي ان احنا نحط في دماغنا البيئه بتاعتنا المصريه ونحاول نختار الاشجار المصريه لزراعتها في المدن. فانت ايه اقتراحك بالنسبه للاتجاه ده؟ احنا في عندنا اشجار كتير تتناسب مع الزراعه في المدن. منها حاجات مثمره ومنها حاجات غير مثمره. احيانا بتكون في مشكله في المدن عندنا هنا في مصر ان هم دايما بيطلبوا اشجار تكون غير مثمره تتزرع في الشارع، خوفا من ان الاشجار المثمره تعمل مشاكل لما الفاكهه تقع لو ما اتلمتش، او احيانا بعض الاطفال ممكن يحدفوا طوب على الثمار دي، فلو ده مزروع جنب بيوت او شبابيك او حاجه زي كده. يعني بشكل عام في نوع من الرفض لفكره الاشجار المثمره في الشارع. هو طبعا انا بحاول ان انا الاقي حلول وسط. يعني بعض الاشجار المثمره بتكون الثمار بتاعتها اقل مشاكل من فواكه من اشجار اخرى. على سبيل المثال مثلا التوت او النبق، شجر السدر، من الحاجات اللي هي الشجره دي مذكوره في القران طبعا. طبعا. وطبعا ده بيخلي يعني بتخليها بتنتج فاكهه وفي نفس الوقت بتعمل ظل، وشجره مصريه اصيله، النبق بالاخص. فاحنا عايزين نشجع على زراعه اكتر من الانواع اللي زي كده. وفي انواع تانية زي الصنت قلنا، وفي انواع اخرى من الاشجار انا يمكن لا يتسع المجال ان انا اقول كل اسمائها، بس يعني انا في عشرات او يمكن مئات الانواع من الاشجار المحليه اللي بتنمو في مصر بشكل طبيعي، من اكتر من 2000 نوع من النباتات، قد يصل الى 2500 نوع عدد النباتات المحليه في مصر. وبالتالي احنا عندنا اختيارات كتير، منها بعضها نباتات ممكن تبقى شوكيه فما تبقاش مناسبه قوي لكل الاماكن، ولكن عندنا نباتات برضو غير شوكيه وهتؤدي وظيفه الظل، وبالاضافه ليها احيانا بيكون في ظهور ذات رائحه جميله ممكن تساعد على تنميه مشاريع عسل النحل، وممكن غير طبعا الشكل الجمالي والى اخره. يعني قعدنا نعد المميزات لن تنتهي. لا اكيد ما شاء الله. هو طبعا يعني بصراحه انا كنت اشتغلت طوعت مع ناس كتير في زراعه الاشجار في مصر في المدن وهكذا، لكن الكلام اللي الاسلام بيقوله انا بصراحه ما سمعتوش خالص، ان حد بيقول يا جماعه احنا عايزين نركز على الاشجار المصريه. الناس كلها بتتكلم عن الاشجار وتطوير المدن ويبقى فيها غطاء نباتي، لكن ما حدش بيتكلم خالص عن ايه نوع الاشجار اللي هختاره وايه اصلا الاشجار المصريه ونلاقيها ازاي. الاسلام عمل مجهود طويل جدا بقاله يمكن في الموضوع ده اكتر من 15 سنه، بينزل الصحراء، بينزل في الوديان يجيب البذور للاشجار دي ويحاول يكبرها بنفسه، لان هي بدات تختفي ومش معروفه ومش موجوده في المشاتل. ففعلا الكلام ده كان مميز جدا، ولو فكرنا فيها نلاقيه ان هو انا بالنسبه لي لما قابلت اسلام وتعرفت عليه كانت لحظه بيسموها لحظه كده ريفيليشن بالنسبه لي. يعني انا كنت فعلا جالي كده اتساع افق كبير جدا، ان لا انا فعلا في بيئه زي اي دوله في العالم، بيئه معينه لازم انا انمي الاشجار بتاعتها والاشجار البيئيه بتاعتها. فبصراحه كلام مهم جدا، ونفسي الاويرنس دي توصل. عشان كده بحاول ان انا خلال القناه بتاعتي اوصل الرساله دي، يا جماعه احنا عندنا بيئه، عندنا اشجار لازم نهتم بيها، دي مناسبه لبلدنا سواء هنزرعها في المدن او في الريف. لكن يعني بالعكس انتوا عايزين تزرعوا في المدن دي حاجه كويسه جدا، بس نحاول نركز على الاشجار دي سواء هي مثمره او غير مثمره، لكن هي مناسبه للبيئه بتاعتنا. طبعا لو فيها ثمار تبقى حاجه كويسه، لكن التركيز على ان هي على نظام البيئي بتاعنا، على الاشجار المصريه. دي رساله انا حابب اقولها، وبالتوفيق ليك بجد اسلام. انا هحاول اعمل اللي عليا برضه ان انا اوصل الرساله دي، كلنا نساهم. طبعا مشروع محتاج شغل طويل ومحتاج، احنا لسه في البدايه خالص، لان طبعا الاشجار دي فيها اهمال كتير جدا يعني ليها، فوجودها قليل. وزي ما انت قلت، انت لو حتى تحكي لنا كده ازاي قدرت توصل للبذور وتلاقي الاشجار دي ازاي، فعلا رحلتك رحله مميزه جدا. هو الموضوع ابتدى من طبعا فكره القرايه والبحث باستمرار. احنا دي يمكن اكبر مشاكل بتواجه البيئه عندنا، هو قله المعرفه، او ان الناس اللي بتنفذ ما بيكونش عندهم الصوره بشكل كامل. هو مش لعدم وجود متخصصين، المتخصصين موجودين بس يمكن مش واخدين حقهم من التسليط الاعلامي، او مش موجود يعني صوتهم مش واصل للناس اللي بتاخد القرار. واحنا قعدنا نعمل مغامرات بقى لمدى سنين، رحلات مختلفه لاماكن بناء على اللي احنا توصلنا له من
ازاي نعرف اماكن الاشجار دي فين من خلال الابحاث العلميه اللي اتعملت عنها، وابحاث علميه تانية عن كيفيه نزرع الاشجار ديت وكيفيه زراعه بذورها. احد الرحلات الظريفه اللي احنا عملناها، عملنا رحله عشان نجيب اللوتس الابيض او البشنين الابيض من دمياط، ولا زال هناك بعض الاماكن اللي هم بالذات اللي بيزرعوا رز لا زال موجود في القنوات المائيه حوالين الاراضي دهيت بعض البقايا من النبات دوت لا زالت بتنمو. ورحنا فعلا، وفي الاول كان في حد احنا متفقين معاه يقابلنا والشخص ده ما ظهرش، فاضطرينا ان احنا نروح ندور بنفسنا وقعدنا نلف، وبعد الموضوع ما خدش اكتر من 10 دقايق وابتدينا نلاقيهم فعلا في القنوات المائيه، وكانت بالنسبه لنا مفاجاه جميله جدا يعني وممتعه. يعني انت لفيت مصر كلها عشان تلاقي الزهره دي بجد، يعني حاجه فعلا الواحد يفخر بيها. واحد بيدور بيحاول يحفظ تراث بلده، ان هي النباتات دي هي طبعا التراث بتاعنا، وفعلا هي ما بقتش موجوده. انت دورت ولفيت وسالت في اماكن كتير لحد ما وصلت لحد دمياط عشان تلاقيها بالظبط. وفعلا طب انت اوصف لي يعني لحظه اللي انت النبات كمان يعني اللوتس الازرق انا اعتقد موجود، الابيض نادر شويه. لا بالعكس، هو الابيض هو اللي منتشر اكتر، الازرق هو اللي يمكن شبه اختفى تماما، مش موجود غير في الاماكن اللي بعض الناس زرعاه زي في جنينه الأورمان وفي بعض الاماكن الخاصه اللي ناس زرعه منه شتلات. بس الابيض هو اللي لازال حقيقه موجود شويه في الطبيعه، ولو انه محدود برضو قليل. يعني احنا الموضوع خد مننا برضو شويه يعني بحث كتير في الاوراق العلميه والى عشان نقدر نوصل للموقع التقريبي اللي نقدر نبتدي ندور فيه يعني. إن شاء الله. بس طبعا كانت بالنسبه لي مفاجاه وسعاده غامره ان انا شفت منظر، حسيت ان انا رجعت لالاف السنين لورا وشايف منظر من الارياف بتاعت مصر القديمه بالزهور بتاعت اللوتس الابيض وهي طالعه من الميه وشكل الاوراق المميز بتاعها. فكانت يعني انا كانت عندي متعه ان انا لقيت النبات دي، كانت متعه، ومتعه ان انا شفته في الطبيعه بمنظره الطبيعي دي كانت متعه تانية خالص يعني. اكيد ان هو يطلع بشكل طبيعي كده دي حاجه فعلا جميله جدا. وبصراحه يعني تخيل ان حد ياخد من مجهوده ووقته ان هو يطلع بيحاول ينقذ بيئه مصر اللي هي اوريدي قربت تنقرض بنفسه وينزل يدور كده يعني. ففعلا انا حاجه قصه يعني فيري انسبايرنج بالنسبه لي فعلا، يعني انسبيريشن كبير قوي، ربنا يوفقك. وكمان احنا لما شفنا هنا منظر في القصيه البردي واللوتس، يعني كفايه ان كمان فيها تراث كبير جدا. طبعا هو انت عامل هنا انا زارع كميه كبيره من ورق البردي ده يعني ساهم في حضاره البشريه. طبعا ده كان اول نوع من الورق، كانوا الاول بيكتبوا على الطينه، بعد كده مع نبات البردي كان يعني وصل للعالم كله فكره الكتابه على الورق، وحتى بعد كده الرومان ده اللي عمل طفره في الفكر البشري يعني. بالظبط. الرومان والاغريق جم نقلوا الموضوع. ومكتبه مثلا اسكندريه كانت كلها لفافات بردي بالظبط. كلمه ايفن بيبر اللي هي ورق جايه من كلمه بردي بابايروس او نبات البردي. فحاجه زي كده تراث كبير قوي يعني بدات تختفي او تنقرض، لكن الحمد لله بوجود ناس زي كده. ان شاء الله نكمل المسيره ونحاول نوصل يعني نتيجه ممتازه ان شاء الله. وهي بس مجرد فكره، بس الفكر يكون موجود وبرضه مجهود الشباب كده زي اسلام. انا والله اتبسطت جدا، وان شاء الله كده تبقى مسيره موفقه ان شاء الله ليك. والله انا سعيد جدا ومتشكر يا احمد على اللقاء الجميل دهوت، واتمنى ان الفكره يعني تستمر وتنتشر ان شاء الله. اكيد. تسلم، شكرا جزيلا. زي ما انتم شفتوا شباب كده في الفيديو، اسلام بصراحه قال معلومات مفيده جدا، معلومات رائعه. احنا فعلا في رحله ان احنا نزود الاويرنس بالموضوع، نزود الوعي عن الموضوع. الاشجار بتاعتنا محتاجه ان احنا ننقذها، دي الهويه بتاعت مصر، الهويه البصريه كمان. يعني بتروح اي دوله في العالم بتلاقي الاشجار الخاصه بتاعتها منتشره، فبتحس ان انت سافرت. لكن في مصر احنا لو كملنا على نفس الطريقه مش هتحس ان انت في مكان ملوش هويه، لان الاشجار بتاعته مش منتشره. فبالنسبه لموضوع زهره اللوتس، طبعا هي دي زهره مشهوره عند القدماء المصريين وحاجه موجوده في الثقافه بتاعتنا مهمه جدا. هي فعلا شبه انقرضت من مصر، موجوده يمكن في مناطق قليله جدا متوزعه حوالين مصر. ويمكن اسلام كان عمل رحله ان هو لقى منها بتطلع في دمياط، لكن هي شبه انقرضت. محتاجه بصراحه ان احنا نحاول نرجعها تاني. ونبات البردي نفس الموضوع، شبه انقرض في مصر. ده زمان كان بيطلع في كل مكان في مصر على ضفاف نهر النيل. فالنباتين دول محتاجين شغل. هم يعني ما نقدرش نقول انقرضوا 100%، لكن موجودين في بوكيتس او في اماكن صغيره جدا في مصر يعني. عامه بشكركم على متابعه الفيديو. لو انتوا وصلتوا للمكان ده لحد دلوقتي في الفيديو، ان شاء الله تبقى بدايه موفقه. اهم حاجه قلنا موضوع الوعي.
وان شاء الله نحاول نكمل الرحله. انا شخصيا هحاول اساهم مع الشباب ونحاول ننزل لكم فيديوهات تانية عن الموضوع والبروجرس اللي احنا عملناه في المشروع بتاعنا. شكرا جزيلا.